تخيل إن الحكومة طلعت قرار بالليل إن بكرة الصبح هيتحول في حساب كل مواطن 10 مليون جنيه عشان نقضي على الفقر للأبد. بتنام وانت طاير من الفرحة، وبتصحى الصبح تروح تشتري عربية أحلامك، بس بتتفاجئ إن المعرض مقفول ومحدش بيبيع حاجة. ولما تروح تشتري رغيف عيش، البياع بيرفض ياخد الملايين دي منك، لأن ببساطة هو كمان بقى معاه 10 مليون زيك. فجأة الورق ده بيفقد قيمته تماماً، وبتكتشف إنك بقيت أفقر من الأول. السيناريو ده ما حصلش في الخيال، ده حصل في الحقيقة. في الحلقة دي هنكشف لك ليه مكنة طباعة الفلوس هي أسرع سلاح دمار شامل بيدمر الدول. عشان نفهم الكارثة لازم نكسر أكبر صنم في دماغنا. الفلوس دي مش ثروة ومفيش فيها أي سحر. الفلوس مجرد وهم جماعي إحنا متفقين عليه، ومجرد تذكرة بنستخدمها عشان نتبادل بيها السلع الحقيقية. الثروة الحقيقية هي الأكل والمستشفيات والمصانع والتكنولوجيا. تخيل إننا على جزيرة ما فيهاش غير 10 تفاحات، وكل الناس معاها 10 جنيه. التفاحة هتتباع بجنيه. لو طبعنا 100 جنيه ووزعناها، هيفضل عندنا نفس ال10 تفاحات، مش هيزيدوا. البياع بيعمل ايه وقتها؟ بيرفع السعر فوراً عشان يوازي الورق المطبوع. فجأة تلاقي نفسك شايل رزم ورق ملهاش أي قيمة، وبتعاني عشان تلاقي أكل يسندك. الكارثة دي بتحصل لما الدول بتقرر تضحك على نفسها وتطبع ورق من العدم. ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى اتعرض شعبها لكابوس حقيقي لما الحكومة قررت تطبع فلوس لسداد الديون. التضخم ضرب البلد بشكل جنوني، والأسعار بقت بتتضاعف كل ساعة تقريباً. الناس هناك اكتشفت حقيقة مرعبة جداً خلتهم يتجننوا. الخشب اللي بيتدفوا بيه في الشتاء بقى أغلى من الفلوس الورق نفسها، فبقوا يرموا رزم الماركات الألمانية في الدفايات عشان يتدفوا بيها، لأن الورق المطبوع ده ملوش أي تمن خالص. ده بالظبط اللي بيحصل لما تفصل الفلوس عن الإنتاج الحقيقي على الأرض. في سنة 2008 زيمبابوي عاشت نفس اللعنة دي، بس بشكل مرعب أكتر. الحكومة هناك شغلت مكنة الطباعة بلا توقف لحد ما التضخم وصل لأرقام فلكية. البنك المركزي وصل لمرحلة الجنون، وبقى بيطبع ورقة بنكنوت واحدة قيمتها 100 تريليون دولار زيمبابوي. الرقم ده لو معاك في الطبيعي تشتري بيه دول، لكن هناك ما كانش بيكفي يشتري بيضتين للفطار. المواطن بقى بليونير على الورق، لكنه مش لاقي ياكل وبيموت من الجوع. الناس بقت تشيل الفلوس في عربيات خشب عشان تروح تشتري بيها رغيف عيش. دي النتيجة الحتمية لأي دولة بتتخيل إنها تقدر تخدع قوانين الاقتصاد. الطباعة العشوائية دي بيتقال عليها في علم الاقتصاد إنها الضريبة الخفية وأبشع سرقة في التاريخ. لما الحكومة بتطبع فلوس، الأسعار بتغلى في السوق، ومين اللي بيدفع الثمن في النهاية؟ المواطن البسيط اللي بيقبض مرتب ثابت. الغني بيقدر يحمي ثروته وبيشتري أصول زي العقارات والذهب، لكن أنت كإنسان عادي بتنام وتصحى تلاقي قوتك الشرائية نزلت للنص، كأن في حرامي خفي دخل جيبك وانت نايم مستريح في بيتك وسرق تعب عمرك كله. مجهود سنين بيضيع وانت ما بتحسش بالسرقة دي، لأن الأرقام في البنك زي ما هي، بس قيمتها ماتت وخلصت للأبد. العلماء دايما بيأكدوا إن الاقتصاد ده لعبة نفسية معقدة جدا، أساسها الثقة بين الناس. الورقة اللي في جيبك دي بتستمد قوتها من إيمانك إن البياع هيقبلها منك. لما الدولة بتطبع فلوس من الهوا، الثقة دي بتنهار فورا، والعملة بتفقد احترامها تماما. الناس بتبدأ تخاف وتمسك في سلع حقيقية وترمي الورق المطبوع ده. المستثمر الأجنبي بيقول مش هيحصل إني أبيع بضاعتي بورق ملوش لازمة، فبيطلب دولار أو ذهب بس. الأزمة بتكبر والانهيار بيبقى واضح للجميع زي عين الشمس. الفلوس بتتحول لمجرد حبر على ورق مش بيشبع أي حد أبدا في البلد. الضربة القاضية بتيجي لما الدولة تكتشف إنها محتاجة تستورد قمح وأدوية وبترول من بره. العالم الخارجي مش بيعترف بعملتك المحلية اللي انت عمال تطبع منها ليل ونهار. هم بيطلبوا دولار عشان يدوك السلعة دي. لما بتطبع فلوس محل كتير، الطلب بيزيد والدولار بيشح جدا من السوق، سعره بيضرب في السماء، وكل حاجة جاية من بره بتغلى ضعف الثمن وأكتر كمان. المصانع المحلية بتقفل أبوابها عشان مش عارفة تشتري مواد خام. البطالة بتزيد، وتلاقي البلد محبوسة في دايرة فقر، ومفيش قوة هادية تقدر تنقذ الموقف أو تصلح الخراب ده بسهولة.
الأزمة دي شفناها بعينينا في فنزويلا قريب جدا، دولة عايمة على بحر بترول، يعني نظريا من أغنى دول العالم، بس الحكومة هناك قررت تستسهل وتشغل المطبعة ليل ونهار وتوزع فلوس. النتيجة كانت دمار شامل لكل حاجة. العملة انهارت لدرجة إن المواطن بقى بيعمل من الفلوس الورق شنط يد ويبيعها للسياح في الشارع. تخيل إن تكلفة الورق والحبر بقت أعلى بكتير من قيمة الفلوس المكتوبة عليها. الناس هربت بالملايين بره البلد والمحلات فضيت. الكارثة دي بتأكد إن لو ما عندكش وعي اقتصادي أنت بتدمر نفسك وتخلي الفلوس لعنة بتقضي على أحلامك. السؤال الأهم دلوقتي إزاي ننجى من الفخ ده؟ ومين اللي بيصلحها في النهاية؟ الحل الوحيد اللي مفيش غيره هو الإنتاج الحقيقي. الثروة بتتخلق جوه المصانع اللي بتنتج وفي الأراضي اللي بتتزرع ومن عقول الشباب اللي بتبتكر. لما الدولة بتنتج سلع حقيقية بتقدر وقتها تطبع فلوس توازي السلع دي من غير ما الأسعار تولع. دي مفاتيح اللعبة كلها ببساطة. لو عايز تقضي على الفقر ابني مصنع بيشتغل مش مطبعة بتطبع ورق. ازرع أرض تطلع قمح يفيد الناس. وقتها بس الفلوس هتبقى أداة محترمة بتعكس قوة البلد، مش سراب بيخدع المواطن الغلبان. في النهاية لازم نفهم إن الاقتصاد زيه زي قوانين الطبيعة، مش بيرحم اللي بيعاند معاه. الفلوس مش سحر، والغنى مش ورق ملون بيطبع في السر. لو الحلقة دي نورت حاجة جواك شاركنا في التعليقات. المناقشة معاكم دايما بتفتح أبواب للوعي. هل لسه مقتنع إن المطبعة هي الحل؟ لو حسيت إن الأفكار القديمة بقت مش بتاعتك دلوقتي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. لسه العالم مليان أسرار وخدع كبيرة تستحق إننا نكشفها. وإحنا هنا في دهشة وحياة هيفضل هدفنا دايما ننقلكم لمستوى تاني من الوعي. سلام.